بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن لنا الليلة حديثا عن أمور تتعلق بالعلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته في بيته، وما يتعلق وما يكتنف ذلك من مشاكل ربما تعرض عليه في أثنائه. وهذا الموضوع مهما تكلم فيه المتكلم وأطنب وأطال فيه وأسهب، فإنه ولا بد وأن يكون قاصرا وناقصا عن أتم كلم ربنا جل وعلا. أيها الإخوة، إن في القرآن آية عظيمة لو جعلها المسلم نبراس حياته وجعلها أمام ناظريه لما وجدت مشكلة إلا وفيها حل، ولا وجدت خصومة بين زوجين إلا وكان فيها دفع لها قبل وقوعها. وذلك أنه قد روينا عند الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار قصمه الله، ومهما ابتغيتم الهدى في غيره أضلكم الله. ولذا قرر أهل العلم ومنهم الشافعي في الرسالة أنه ما من حكم إلا وفي كتاب الله عز وجل تبيانه وبيان الصواب فيه، ولكن قد يعلم بعض الناس ذلك الحكم وقد يخفى على آخرين. ولذا فإن الله عز وجل يقول في آية عظيمة جليلة، يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ولا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذه الآيات أيها الإخوة آيات من تأمل فيها ونظر في معانيها فإنه سيرى عجبا. فإن الله عز وجل قد ختم هذه الآيات بأن وصف ما بين الرجل وبين زوجه أنه ميثاق غليظ، والله عز وجل وصف هذا الميثاق بكونه غليظ، ولم يصف الميثاق الذي أخذ على الأنبياء بذلك. ولذا قال مجاهد بن جبر لما قرأ هذه الآية قال: جعل الله عز وجل الميثاق بين الرجل وزوجه أعظم من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء. فهذا الميثاق الذي بين الرجل وزوجه ميثاق غليظ، سببه لأن به أبيح هذا الأمر الذي كان محرما قبل ذلك، ولأنه به أي بالميثاق أحل الله عز وجل له ما كان ممنوعا ويؤجر على أمور أخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح الإعلان، أي إعلان النكاح. فهذا الميثاق فرق الله عز وجل به بين السفاح وبين النكاح، وسمي ميثاقا من باب التوثيق، أي أن الله عز وجل وثقه فيشترط فيه ما لا يشترط في غيره. ولذا ذكر العلماء من علماء الفقه أن عقد النكاح يختص بخصائص ليست لغيره من العقود. فعقد النكاح من العقود التي على سبيل الانفراد لا تنعقد إلا باللسان العربي، وغيرها قد ينعقد بالعربية وغيرها. وعقد النكاح لا ينعقد إلا بالتلفظ ولا ينعقد كتابة، كما أن عقد النكاح لا خيار فيه، أعني خيار مجلس ولا خيار شرط، وإنما هو عقد لازم بات من حين التلفظ به. وعقد النكاح
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه جعله مؤثرا وإن لم يقصد الحكم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذن فهذه الأحكام وغيرها تدلنا على أن عقد النكاح ميثاق غليظ في ابتداء عقده، فإن له خصائص لا توجد لغيره من العقود مطلقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم قد أخذتموهن بأمانة الله، أي بناء على الاستيثاق الذي أوثقكم الله عز وجل إياه. وقد بين الله عز وجل تمام دفع المشاكل وبيان ما تدرأ به الخصومات بين الزوجين في هذه الآية، فقال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، هذه الكلمة جمعت جوامع الكلم، وكان فيها من الأحكام وما يصلح الله عز وجل به أحوال الناس الشيء العظيم. ولنقف على بعض من المعاني التي احتوتها هذه الآيات العظيمة، إذ القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ففي قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قوله سبحانه وعاشروهن، المعاشرة هي من أفعال المشاركة، وهذا يدلنا على أن الرجل يعاشر المرأة بالمعروف، ولا يمكن أن يتحقق ذلك منه لها إلا بمعاشرتها إياه. ولذا فإن المعاشرة تكون منهما معا، فلا يمكن أن تكون المعاشرة من أحدهما دون الآخر، وهذا معنى أفعال المشاركة. فما كان على هذا الوزن فإنه يكون فيه 2 فأكثر. وقد قال الله عز وجل لما ذكر الرجال وعاشروهن بالمعروف، بين أن للنساء عليهن أن للنساء مثل ما عليهن، فدل على أنه يلزم النساء أن يعاشرن كذلك بالمعروف. وهذه الآية من جوامع الكلم، لأن قوله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قال أهل العلم إن المراد بالمعروف معان، منها أن يكون المراد بالمعروف ما يقابل ما يكون مأخوذا من العرف، وبناء على ذلك فإن الزوج مأمور أن يعاشر امرأته بما جرى به العرف، ولا يقتصر على الحد الأدنى من الواجب شرعا، وإنما يزيد بما يقتضيه العرف بأعراف الناس وأحوالهم. وقيل إن المراد بالمعروف أي الإحسان، ولذا فإن المرء مأمور بالإحسان إلى زوجه، وألا يكافئ الحسنة بمثلها، وإنما يكافئ الحسنة بأضعافها، كما أنه مأمور بمقابلة السيئة بالحسنة. وكل هذا دال عليه قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. إذن فكلمة المعروف تحتمل معنيين: إما ما كان مأخوذا من العرف، وهذا يدلنا على أن العرف محكم في تعامل الرجل مع زوجه، وألا يقتصر على الحد الأدنى. وكذلك يحتمل أن يكون معنى المعروف ما كان مأخوذا من الإحسان، وهو الزيادة على الواجب، فكل ما كان زائدا على الواجب فإنه معروف من باب الإحسان. وقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، هذه المعاشرة التي أمر الله عز وجل الزوج أن يعاشر زوجته بها، هذه ذكرها الله عز وجل منهما معا في آية أخرى. فقد ذكر الله عز وجل ما يجب على المرأة من الخلق تجاه زوجها، وأمر الرجل حينئذ بما يقابله. فأما ما يجب على المرأة لزوجها فقد ذكر الله عز وجل 3 صفات، فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأنت أيها المسلم إذا تأملت هذه الصفات ال3، وتأملت المسلمة هذه الصفات ال3، وسعت المرأة أن تكتسب هذه الصفات ال3 حينما تكون فاقدة لبعضها، إذ الأخلاق إنما تكتسب بالاكتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
ويكون الرجل والمرأة ساعيين لتعليم أبنائهما وبناتهما هذه الأخلاق. هذه الأخلاق الثلاث التي تتحقق بها معاشرة المرأة لزوجها بالمعروف. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فأول هذه الصفات الثلاث أن تكون المرأة صالحة، إذ صلاح المرأة في نفسها صلاح لزوجها وولدها، كما قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. فإذا صلحت المرأة في نفسها وأدت حق الله عز وجل عليها فإنه حري بها وقم أن تؤدي حق زوجها عليها. والله عز وجل يحفظ المرأة التي تحفظه سبحانه وتعالى في نفسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك. فالمرأة إذا حفظت الله عز وجل بصلاح نفسها فإن الله عز وجل يحفظها في زوجها بعد ذلك، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالصالحات قانتات. ومعنى قول الله عز وجل إنهن قانتات أي مطيعات. ولذا فإن المرأة أوجب ما يجب عليها في المعاشرة بالمعروف الطاعة. قال سفيان بن سعيد الثوري لما قرأ هذه الآية: فالصالحات قانتات، قال: القانتات هي الطائعات. ولذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تمام الكمال في المرأة أن تكون مطيعة لزوجها. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك صفة هذه المرأة الصالحة، فقال: إنها إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. إذن فأولى ما تفعله المرأة بأفعال جوارحها لتكون عشرتها لزوجها بالمعروف بكتاب الله عز وجل أن تكون طائعة لزوجها فيما يأمرها به وما ينهاها، ومنكفة عما ينهاها عنه. وهذا معنى قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن، كما ذكر ذلك المفسرون كسفيان بن سعيد وغيره. قال جل وعلا في الصفة الثالثة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وقول الله عز وجل حافظات للغيب أي أنهن يحفظن الله عز وجل في الغيب، أي عند عدم اطلاع أحد عليهن، فهن حافظات لحق الله عز وجل في الغيب، فلا تدع عبادة ولا تدع طاعة واجبة عليها في الغيب إلا أدتها من صلاة ونحوها من العبادات التي تكون من العبادات التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كما أنها تكون حافظة للغيب في زوجها، فهي حافظة لحق الله في طاعته وحافظة لحق زوجها، وهذان بينهما تلازم. ولذا جاء في بعض القراءات أن هذه الآية قرئت على هذه الهيئة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بما حفظ الله أي أنهن تكن حافظات للغيب بحفظهن الله عز وجل. وقال بعض المفسرين إن معنى هذه القراءة بما حفظ الله أي أن الله عز وجل يقيض للرجل الصالح الذي يحفظ الله في الغيب المرأة الصالحة التي تحفظ الله عز وجل في الغيب في نفسها وفي زوجها. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا غلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك. وقد كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم يدعون فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكل من حفظ الله عز وجل وأكثر من الدعاء والابتهال إليه جل وعلا فإن الله عز وجل سيرزقه بعد ذلك بإذنه سبحانه ومنة منه وكرم وإجلال منه وكرم جل وعلا أن يرزقه هذه المرأة كما في هذا الكتاب، كما في كتابه جل وعلا. يقول الله عز وجل في صفات هؤلاء النسوة الصالحات: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بما حفظ الله. جاء في أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فاحفظوهن. وفي قراءة وفي لفظ أنه قال: فارعوهن. فمن كانت له زوجة اتصفت بهذه الصفات الثلاث فهي التي تستحق الحفظ، وهي التي تستحق الرعاية، لأنها نعمة من الله عظيمة قد حرمها كثير إن لم يقل أكثر الناس.
فإنه قليل في النساء من تجتمع فيها هذه الصفات الثلاث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومن كانت عنده امرأة قد حوت هذه الصفات فإنه قد حيز له طرف من أعظم متاع الدنيا. وقد صح عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من السعادة، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال 3 من السعادة، وذكر من هؤلاء الثلاث أو من هذه الثلاث أو الأربع قال والمرأة الصالحة التي تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها. إذن المرء إذا رزق المرأة التي عاشرته بالمعروف بذكر هذه الأوصاف الثلاث فإنه حينئذ قد أوتي نصيبا من أكمل النصيب في سعادة الدنيا، وذلك ولا شك واضح وبين. وقد روينا عند ابن جرير أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا جاءه الرجل قال ألك امرأة؟ قال نعم. قال ألك مسكن؟ قال نعم. قال فإنك من الأغنياء. فمن كانت له زوجة ومسكن فهو غني، فإن كانت تلك المرأة صالحة فإن غناه على أكمله وأتمه، وأما إن كانت ذات خلق سيء فوتت الصفات الثلاث فإنها من الشقاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نرجع للآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. إذن هذه المعاشرة كما ذكرت لكم من أفعال المشاركة، فهي من المرأة ومن الرجل. والمعاشرة من طرف المرأة تكون بالطاعة كما بينها الله عز وجل في الآية الأخرى بالصفات الثلاث التي يكون بها كمال المعاشرة من طرف المرأة. وأما معاشرة الرجل فإنها تكون بالإحسان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الرجل أن يحسن للمرأة، فقد قال أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يستوصوا بالنساء خيرا بالإحسان وبالإكرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المؤمنين أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فكلما كان المرء أحسن عشرة لزوجه وألطف به فإنه يكون أكمل إيمانا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير وأبلغه في من تعدى على امرأته من غير وجه حق، فقال أحذركم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يوصي ويبالغ في الوصية في حق الزوجة بأن يحسن إليها. وعندما أعبر بالإحسان لأن المقصود ليس العدل بل ما جاوز العدل إلى الإحسان، إذ المرء مع زوجه إنما هو مأمور بالإحسان لا مطلق العدل، فإن هذا هو التمام. وهذا معنى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف أي بالإحسان الذي يجاوز الكمال بعد ذلك. يقول ربنا جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن مسألة الحب والكره هي من المسائل النسبية، فإن المرء قد يكون محبا لشيء ثم يصبح في غده كارها له ماقتا. وقد جاء أن عبد الله ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه تزوج امرأة، فجاءت زوجته الأولى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لها إن أخاك قد تزوج امرأة وإنه من حبه لها قد انقطع لها وتركنا. فجاءت عائشة رضي الله عنها له لتنصحه لأن يكون بعض الأمر الذي يحدث منه أهون مما كان. قال الراوي وهو قد روى هذا الخبر الزبير بن بكار في بعض كتبه قال فما دار بعد ذلك بضع سنين حتى انقلب حبه لهذه الزوجة بغضاء، حتى انقلب حبه لها بغضاء. فجاءت الزوجة الثانية بعد ذلك لعائشة تشتكي لها وترجو منها أن تكلم أخاها بأن يحسن العشرة إليها أو أن يفارقها. المقصود من هذا أن الحب والبغض إنما هي من الأمور النسبية التي يقربها الله عز وجل بين ليلة وضحاها، كما أن مسألة الحب والبغض من الأمور النسبية باعتبار الأبعاض، فقد يكره المرء خلقا ويحب آخر، وقد يكون ذلك المرء كارها لهيئة ولكنه يرى الخلق فيحب الخلق.
ولذلك فإن المرأة تحبب بنفسها بخلقها وكريم فعلها وحسن تربيتها لأبنائها ولغير ذلك من الأسباب. ولذا فإن بعض الناس عندما يتعلل بأن هذا الزواج لا حب فيه نقول إن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن الحب لا يلزم أن يكون شرطا لكل بيت، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاء رجل فسأل امرأته أتحبه هي؟ فسكتت، فناشدها الله عز وجل أن تجيب، فلما ناشدها الله قالت أما وقد نشدتني بالله عز وجل فلا. فجاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بالقصة، فأمر عمر رضي الله عنه أن تأتي هذه المرأة، ثم علاها بالدرة لما أخبرته بالخبر وقال لها ما معناه وهل بنيت كل البيوت على الحب؟ إنما يتعاشر الناس بالمعروف. فالمقصود من هذا أيها الأكارم أن الله عز وجل بيّن أن الرجل ربما كره شيئا من أبعاض المرأة من أفعال أو هيئة أو وصف ونحو ذلك، لكنه إن نظر إلى الجوانب الأخرى لوجد إحسانا. ولذلك فإن هناك حديثا عظيما يفسر معنى هذه الآية، وهذا الحديث لو جعله المرء نبراسا أمام عينيه لانحل كثير من الإشكالات. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقول أهل العلم الناس في تطبيق هذا الحديث ثلاثة أطراف، فطرفان تطرفا فأخطأا، وطرف توسط فأحسن. فأما الطرفان الذين أخطأا فرجل ينظر إلى المساوئ فقط، فمن نظر إلى المساوئ وتناسى المحاسن فإن ذلك الرجل لا يهنأ بزواج ولا تستقر له حياة، بل إن حياته كلها إنما هي في نكد، بل إن استمرت على ذلك ولم يكن فصل. قال والطرف الآخر الذي أخطأ في هذا الحديث طرف وازن بين الصفات الحسنة والسيئة، وهذا مخطئ، ولكنه في الحقيقة ليس مخطئا كمال الخطأ، فإن بعده عن الصواب أقل. فهذا الرجل إذا وازن بين صفاتها الحسنة بين صفات المرأة الحسنة وصفاتها السيئة فإنه يعاملها حينئذ بالعدل، وهذا ليس بالحسن. وأما صفة الكمال فهو الذي ينظر إلى صفات الحسن في زوجه، وينظر إلى أخلاق الكمال عندها ويثني عليه ويتغافل عن الباقي، فهذا هو أكمل الثلاثة. ولذلك يقول أهل العلم إن أكرم الأخلاق في البيت الكرم والتغافل. أكرم الأخلاق بين الرجل وزوجه خلقان: الأول الكرم بأن يكون كريما، والثاني أن يكون متغافلا، فإذا رأى خطأ غض الطرف عنه، فإن سيد قومه المتغافل ليس بالغافل وإنما المتغافل. وفي حديث أم زرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قصة النسوة 11 ذكرت أن امرأة أثنت على زوجها فقالت إن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. فذكرت هذه المرأة أن زوجها إذا دخل البيت صار كالفهد، فهد وهذا من باب الفعل لا من باب الاسم، أي يصبح كالفهد، والفهد بطبعه التغافل، فيرى الشيء ويري الناس أنه لم يره. فأكرم الرجال بالوصف الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه صفة مدح أن المرء إذا دخل داره فإنه يتغافل عما يرى من خطأ وعما يرى من زلة، وأما إذا خرج فإنه يكون كالأسد، أسد أي أصبح كالأسد، فهو قوي خارج بيته متغافل في داخل بيته. قالت ولا يسأل عما عهد، أي إذا عهد شيئا في بيته ثم افتقده من مال أو طعام أو متاع فإنه لا يسأل عنه لكرامه وتغافله معا.
ولذلك فإن الكريم حقيقة هو الذي يتغافل، وهو الذي لا يفرك مؤمنة بخلق يكرهه فيها، وإنما يتذكر الحسن فيها، فحينئذ يكون أكمل الثلاثة في هذه الآية. يقول ربنا جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لربما كان الرجل في صبره على امرأته وفي تحمل أذاها فيه خير كثير له في نفسه، وخير كثير لولده لعدم تفريقه بينه وبين ولده، وفيه خير كثير لمجتمعه، وخاصة إذا كانت تلك المرأة قريبة له نسبا وبينهم رحم، فإنه ربما إذا كانت هناك الفرقة أدى إلى الفرقة والشتات بعد ذلك. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية فيها من مصالح الزوجية أمور، من ذلك أن الله عز وجل نهى الرجل أن يأخذ من زوجه عند شدة المباغضة التي تفضي إلى الطلاق أن يأخذ منها من المال شيئا أعطاها إياه، ولو كان مالا كثيرا بذله إليها كقنطار. والسبب في ذلك أن هذا المال الذي بذل للزوجة الأصل فيه أنه ليس من باب المعاوضة المالية، وإنما هو من المعاوضات غير المحضة كما قرره الفقهاء كالزركشي وغيره، لأن هذا المال يكون ملكا لها. ولو تأمل المسلم في هذه الآية لعلم أن أكثر المشاكل التي تقع بين الرجل وزوجه إنما سببه بسبب المال، فكثير من الرجال إنما تقع خصومته مع امرأته لأجل أنها كان لها مال وطالبها به وأراد أن يأخذه منها، أو نازعها على مال حازته بسبب وظيفة أو إرث، وحين ذلك يبدأ التنازع. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها للرجل: لا تأخذ من المرأة مالا كنت قد بذلته إليها، فمن باب أولى ليس لك أن تأخذ من مالها شيئا لم تبذله لها. ولذلك إذا استشعر المسلم هذه الآية ووقف عندها انسد باب عظيم من المشاكل التي تكون في كثير من البيوت، إذ الشيطان يفرح بهذه الوسائل التي تفضي إلى الطلاق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب عرشه ثم يأتيه جنوده، فيأتيه كل واحد من جنوده فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا من المعاصي، فيقول: لم تفعل شيئا غدا يتوب. حتى إذا جاءه الثالث أو الرابع من جنده قال له: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول: أنت ويدنيه إليه. وذلك أن أحب شيء إلى الشيطان وأبغضه إلى الرحمن هو الطلاق، فالشيطان يحب الطلاق بين الرجل وزوجته لما يفضي إليه الطلاق من هم على النفس وما يفضي إليه من مساوئ عظيمة، وهو أبغض إلى الرحمن لما جاء عند أبي داود من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالمقصود من هذا الكلام كله أننا نقول أن المرء إذا تأمل في هذه المعاني التي جاءت في هذه الآية فإنه حينئذ سيعلم أن هذه الأمور إذا حسم بابها وأغلقها، وهذه الأمور الثلاثة وهي حسن العشرة بالمعروف، وأن إذا كره خلقا رضي خلقا آخر وتحمله، ثم الأمر الثالث ما يتعلق بالمال، فإنه بإذن الله عز وجل تنحل كثير من المشاكل التي توجد في كثير من البيوت. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يقول أهل العلم إن قد هنا للتحقيق، أي وقد تحقق إفضاء بعضكم إلى بعض. وهذه الآية أو هذه الجملة في كتاب الله عز وجل تدل على معان كثيرة جدا في قضية ما يتعلق بحقوق العشرة، إذ العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب النكاح يفردون بابا يسمونه باب عشرة الزوجية، يتكلمون عن بعض مقتضيات عقد النكاح
من باب القسم والمبيت والوطء وغير ذلك، وهذه يمكن استنباطها من هذه الجملة سواء من باب الإيماء والتنبيه أو من باب المفهوم أو دلالة العموم وغير ذلك. ولذا فإني أريد أن أختم كلامي بجملة يسيرة، وهو أن كتاب الله عز وجل فيه أعظم الخبر وفيه أعظم الحكم وأصدقه، فمن تأمل هذا الكتاب وتخلق به فهو الناجي. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت للسائل: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. فإذا أردت أن تنظر لترجمة أوامر الله عز وجل في الكتاب أفعالا فانظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فعله وقوله مبينان لكتاب الله عز وجل، وإنما ذلك بوحي منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن نظر في كتاب الله عز وجل وكمل نظره لحسن فهمه بالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيرى من ذلك عجبا. وقد كان من سيرته عليه الصلاة والسلام وخبره ومن حسن فعاله مع أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن الشيء العجيب، فقد كان بعضهن يرفع صوته عليه فلا يغضب، وتكسر إحداهن الإناء بين يديه فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم فيجمع الطعام ويأتي بكلمات لطيفات فيقول: غارت أمكم. وكان بعض نسائه تفعل بعض الأمور معه، فلربما تابعته في طرقاته فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. ولا شك أن أكمل الخلق خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه متمثل أوامر الله عز وجل، وليقس المسلم أفعاله لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وليهتدي بهديه، فإنه إذا وقر في نفسه تعظيم خبر النبي صلى الله عليه وسلم حسن حاله. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تلاحى هو وزوجه ورفعت صوتها عليه غضب رضي الله عنه، فلما قالت له إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه وقف وكان وقافا. وكذلك المسلم، فإنه إذا وقع له في بيته مع زوجه وولده شيء من هذه العوارض وطرأ عليه شيء من هذه المشاكل ثم نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ربنا جل وعلا، فيجب عندئذ أن يقف عند حدود الله عز وجل، فإن هذا هو كمال الإيمان. وقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود من هذا كله أن المسلم إذا تعلم كلام الله وتفقه فيه ودرس معانيه فإنه حينئذ تفقه نفسه، وفقه نفسه ليس في معرفته الأحكام فقط بل بتزكيتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. فتجد المرأة خاشن الله عز وجل في الحلال والحرام في الكسب، وخاشيا لله عز وجل في تعامله مع زوجه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.